احمد الدجوي اتقتل ولا انتحر؟ لغايه اللحظه دي محدش يعرف. يعني ايه محدش يعرف؟ يعني محدش يقدر يقول لك الحقيقه 100%. طب احنا مستنيين ايه عشان نعرف؟ هو ده اللي انا جاي اكلمك فيه. اول حاجه بيبصوا عليها، لو هو انتحر لازم يبقى على صوابعه السبابه والابهام بارود. ليه؟ لان البارود ده مش هيتكون من مسكتك المسدس، لازم يتكون من الضرب. فلازم على ايده اللي انتحر بيها، اللي مسك المسدس بيها، ان هو يكون لازم يبقى عليها بارود. تاني حاجه، هو بيقولوا ان هو اسمه ايه ده انتحر بالمسدس في بقه. طيب تعالى بقى نعرف حبه معلومات كتيره قوي عن الحته دي. اول حاجه، الاسهل اللي بينتحر انه ينتحر ويحط المسدس من تحت، لان ايديكوا هتبقى قريبه، مش بالطريقه دي. طيب مين اللي تقدر تبص عليها فين تشوف حد عملها؟ يحيى الفخراني في اعدام ميت، في الاخر خالص طق. طيب الرصاصه بتطلع لفين؟ فوق. طب لو عمل كده هل هيقدر؟ هيقدر، عشان بس هي مش مستحيله، هي صعبه بس مش مستحيله. ليه؟ السلاح تقيل، تقيل. عشان تعوج العوجه دي هتبقى صعبه جدا، بس اول ما هتضرب حاجه مضمونه هتحصل ايه؟ الريباوند. ايديك التسلسل الطبيعي بتاعها لازم تعمل كده، لازم. ففي حالتين بيحصلوا. الحاله الاولى لو المسدس ناشف او تقيل بيكسر لك الانكل ده، فده ممكن نبص عليه حسب نوع المسدس. تاني حاجه بتحصل ان الطلقه بتطلع لفوق، فلو الطلقه في المستوى او لتحت 100% اتقتل خلاص من غير ما تفكر، ما تكملش. طيب بعد كده بنبص على ايه؟ على ايديه اللي ضرب بيها، هل عليها بقايا دم ولا لا؟ ليه؟ لان لما واحد بينتحر بالمسدس في بقه، في الطلقه وهي طالعه بتعمل زي حاجه اسمها بلاد سبلاتر، اوكي، على الايد وعلى المسدس. ده لو اتمسح مصيبه يعني، او لو لقيت المسدس ممسوح او في حاجه زي ده مش موجود، غلط، في غلطه. غير ان البلاد سبلاتر جوه بيبقى ليه شكل معين على حسب المسافه اللي اتضرب بيها. يعني ايه؟ يعني هنا غير ان المسدس يبقى داخل لغايه جزء جوه، ده هيطلع شكل وده هيطلع شكل. فبكل بساطه هيقدر يعرفوا اذا كان هو منتحر ولا حد قتله. ليه؟ لان انت لما تفكر فيها، انت دلوقتي مبدئيا اللي موجود ده زي حلقه 27 في كونان، بجد والله العظيم نروح اتفرج عليها. كونان هو 1000 وحاجه صفحه، 1000 وحاجه حلقه، الحلقه 27 واحد اتقتل والشباك مفتوح والباب مقفول. طيب يا جماعه ده سهل جدا. اول حاجه بكل بساطه اتفرج على الحلقه هتعرف ايه اللي حصل بالنسبه للحلقه مش بالنسبه للحقيقه. طيب كان في حد في البيت؟ كان في حد في البيت. ما سمعتش اي حاجه، يبقى معنى كده ان الباب ده اتفتح، سواء من الشغاله اللي كانت موجوده او من الشخص نفسه اللي اتقتل، يعرف الشخص مش متوقع، او الباب خبط. لو الباب خبط يبقى الشغاله عندها معلومه ان الباب خبط، فلازم ترجع للشغاله تقول الباب خبط ولا لا. لو قالت مفيش، هي جزء كبير قوي هي لازم تكون متواطئه. ليه؟ لان الخوف من اي حد يجي يقتل وعارف ان في ناس في البيت، اوكي، لازم هيبقى عارف ان في طفله، فلو في طفله يبقى ممكن تشوفه، ممكن تصرخ، ممكن. فبكل بساطه لازم يكون الموضوع حصل بسرعه، ولازم يكون الباب اتفتح بالشخص لو هو اتقتل. اوكي، طيب هل ممكن اخد واحد من مكان لمكان اقتله؟ هو اكشلي هو ده اللي لازم يحصل. يعني لو واحد رايح يقتل واحد هو مش عاوز يقتله بعد كده يقعد يتدبس بقى، اشيل الجثه واخبيها والدم يطرطش هنا، فانت بكل بساطه بتهوشه بالسلاح. ليه؟ عشان طالما انت ما قتلتوش هو ده اللي هيفكر فيها، يقول هو ما قتلنيش، ما هو لو كان عاوز يخلص كان خلص، فهمشي معاه اكيد عاوز حاجه، اكيد هقدر اديله حاجه، اكيد هقدر اطلع من الموقف ده بطريقه. فهتمشي معاه، هيمشيك للمكان اللي انت عاوزه. اول ما تعمل كده، اول ما هتبص هيروح مدخل المسدس وضربك. ففرق المسافه اللي انا بتكلم فيه، سواء المسدس داخل جوه او طالع لبره، هو ده اللي انا بتكلم فيه، بيفرق في الطريقه في حاجه زي كده. طيب بعد كده، هل في كاميرات؟ هو اكشلي هو عايش في بالم هيلز، احنا مش بنهزر. يعني بالم هيلز دلوقتي في موقف غريب. ليه؟ بيقول لك الكاميرات مش شغاله. ده طبعا استبعده، واكيد بالم هيلز ما قالتش كده، لان بكل بساطه الناس بتدفع ملايين الملايين 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 عشان الكاميرا المعفنه دي اللي ب 3 جنيه تشتغل وقت ما يجي يحصل لي حاجه. فعنصر الامان راح. فانت يا باشا جو ان المدينه كلها الكاميرات شغاله والحته هنا مش شغاله، يبقى انت متواطئ. ده بدايه الكلام. يعني انت عارف مين 100%. طب لو الحاله عامه اسمه ايه ده ان الكاميرات مش شغاله، ده مستحيل في بالم هيلز. ليه؟ لان السيستم الاي تي بتاعهم، واي مهندس اي تي عارف السيستم بتاعهم في باك اب وباك اب للباك اب، ولو كاميرا واحده عطلت بيطلع حاجه اوتوماتيكلي اوردر لشركه الصيانه انها تيجي تعملهم، اللي هي شركه الفاسيلتي مانجمنت اللي هي بتاخد فلوس كتير قوي شهريا عشان تحافظ على الكاميرات. فمعنى كده ان الكاميرات لو مقفوله، انا ما اعرفش المعلومه دي حقيقه ولا لا، لان برضو انتوا عارفين معظم المعلومات ضرب اليومين دول اونلاين.
فلو الكاميرات مقفوله يبقى بالم هيلز عارفه مين اللي قتل او هي اللي قتلت اصلا يعني. فمستحيل بالم هيلز تيجي تقول ان الكاميرات ما كانتش شغاله. طب تعالى نعتبر ان الكاميرات مش شغاله، نقدر نعرف ازاي؟ كده كده مدخل اي بيت في كومباوند لو اعتبرنا ان هي فيلا عنده 4 مداخل، ما لهاش حل تاني. عنده مدخل من قدام ومدخل من ورا، يبقى شارعين، يبقى 4 مداخل، يبقى انت عندك 4 كاميرات. طيب بعد المكان ده تقدر تشوف لمده ساعه، ساعه ونص اللي هو اتقتل فيهم او اللي هو انتحر فيهم، هل مين اللي دخل ومين اللي طلع في الاريا كلها اصلا. لو مش عارف تجيب المعلومه سهله، اصل هي بكل بساطه كل اللي ساكن هنا بقاله 10 سنين اكيد مش هو ده اللي عمل. واكيد انت بتدور على واحد خفيف الحركه عنده 20 21 سنه 25 سنه ده اخره، بيعرف ينط نطات طويله لان هو طلع ينط من الشباك، فانت ضامن ان هو اكيد لو طلع يبقى لازم نط من الدور الاولاني، يبقى هو اثليتيك. اوكي هتلاقيه لابس كاب، ده لازم لان هو خايف من اي كاميرات ومش هيضمن حتى لو اتقال له هنقفل الكاميرات لو مش عارف ايه الوسوسه بتاعت البشر، فهتلاقيه لابس كاب. اوكي ده بدايه الكلام. طيب تاني حاجه تبص على ايه؟ على المكالمات بتاعت الراجل، اخر مكالمات كانت مع مين وليه. اوكي ما هو لو انا بعمل مكالمه يبقى انا مش هنتحر، يعني لو بعمل مكالمه عشان اقابلك ما اكيد انا مش بقول لك تعالى عشان هنتحر، يعني خلصنا اصلا. دي لوحدها بتقول ان هو اتقتل. لو دي كيس ان هو عنده ميعاد معين في خلال ساعه او ساعتين قريبين، قرار الانتحار ما بيجيش بالطريقه دي. طب ايه ممكن يكون يخلي واحد ينتحر فعلا؟ ما هو ممكن بكل بساطه، ما هو بنته والشغاله كانوا موجودين. هو لو اتنين دخلوا مش شخص واحد، الشغاله فتحت لهم، واحد دخل قدام العيله بنته وفتحوا الكاميرا، باشا لو ما انتحرتش هنقتلها، خلصنا طق. يعني اصل اي حد هيتحط في الموقف ده في خلال 3 ثواني هياخد القرار وهيخليها هو نفسه، هيخليها حاله انتحار عادي جدا لانها بنته. حرام وكل ده، وكلنا مش هنفكر في الطريقه دي، بس حط نفسك فكر في حد من عيالك ممكن تقول لا انا هعمل ده عشانه، مع ان ده حرام اياك تعمله مهما حصل، يغور ابنك يغور بنتك، دي حياتك الابديه اللي انت هتوديها في داهيه، فركز بس. اوكي فدي الحالات اللي ممكن تبقى موجوده. طيب هل بالنسبه للحاله بتاعت احمد لوحده؟ طبعا غريبه. ليه غريبه؟ عشان من يومين 3 كان في حوار على جدته ولا امه، ولا انا كده كده ما اعرفش معلومات القضيه وما اعرفش ايه اللي بيحصل، انا بتكلم على الشخص اذا كان هو انتحر ولا اتقتل ده بس. هل عندنا معلومات كافيه انها تقول؟ والله على حسب المعلومات اللي انا قلت لكم عليها، حسب النتائج اللي هتطلع. يعني طلعت نتيجه ان بالم هيلز لا حط الكاميرات ومحدش دخل ومحدش طلع والكاميرات موجوده، كده في شك، في تشال شك كبيره قوي ان في تواطؤ من حد. طيب الولد السبلاتر بتاع الدم صح، الطلقه طالعه من مكان فوق، اللي مش عارف ايه. يعني بص انت دورت على كام حاجه عشان تاكد ان هو انتحر، او واحده من دول غلط، واحده بس اوكي يبقى اتقتل 100%. يعني انت فاهم الموضوع؟ فهو عشان يقول لك انه انتحر لازم يبقى فيه ادله كتيره قوي على الانتحار، بلس الفيديوهات اللي هو منزلها بقاله فتره. لا هيز جود، على ما اظنش ان دي حاجه نفسيه، بس ممكن يكون اتهدد عشان ينتحر. يعني في سبب للانتحار غير ان هو الناس اصله كان نفسيا مش قادر، اصله مش عارف ايه، ده ممكن. وفي نفس الوقت في اسباب للقتل. هو في مشكله وبيتقال عليه انه حرامي وبيتقال عليه مش عارف ايه، وهو في مشكله مع ناس اكبر منه بكتير، فطبيعي ان هو ممكن يكون اتقتل عادي جدا، ما فيهاش اي مشاكل. ده وجهه نظر الشخصيه. هل حد عارف اليقين الحقيقه 100%؟ لا. واللي يقول لك انه عارف هو بيفتي لك، هو بيقول لك وجهه نظره. المهم تعرف مستند على ايه. لو كلام دي معنى اسمعه وافهمه وقول الحمد لله انا فهمت، انا ممكن ابص عليه وما ابصش على ايه. لو الكلام ملوش معنى نفض له وارميه في الزباله، لان الفتي كتير قوي اليومين دول بجد، الفتي اكتر من ممكن تتخيل. في واحد قال لك الموبايلات ما كانتش موجوده، حضرتك لو الموبايلات مش موجوده يبقى هي عمليه سرقه، فهي 100% الراجل ده اتقتل، خلاص مش هنكمل اصلا. اوكي يعني حضرتك ساعتها ليه؟ لان الباب مقفول من جوه، يعني هو اتسرق وبعد كده قفل الباب من جوه، يعني مش هنهزر. وموضوع الدور الاولاني انا نط من الدور الاولاني، يعني مش هقول لك انا واحد قاتل محترف، لا اي حد ممكن ينط من الدور الاولاني، وعملتها كتير على فكره في الساحل، يعني بيتنا في دور اولاني بنط من الدور على الارض عادي جدا. فالموضوع ما فيهوش اللي هو مستحيل ولازم شجره لا 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 لا. البني ادمين بتقدر تنط مسافات من غير ما يحصل لها حاجه عادي، يعني احنا بشر. المهم عاوز رايكم ان هو اتقتل ولا انتحر. انا ما اعرفش عن نفسي، ولو حد عنده معلومات زياده يقول لي، ولو قرار اسمه التقرير الطبيب الشرعي طلع وحد يعرف هو فين وينفع نقراه يا ريت يبعته. انا دي حاجه نفسي هموت واقراها، لان البلاد سبلاتر بالذات اندستري هي حاجه اسمها
جان ريزيديو جي ار اس حاجه كده يعني. الجي ار اس دي انا ما شفت يعني، دي ما بتطلع بتبقى بقى فيها ديتيلز كتيره جدا عن الرصاصه وعن الايد اللي ضربت وعن الريزيديوز الملح اللي موجود اللي طالع من البارود وبقى له قد ايه. يعني الموضوع فيري انترستنج، انا عاوز اقراه اصلا، فلو حد يعرف يوصل لحاجه زي كده يبعتها لي.